انت معلمني من انا وصغير ما ضمن عليك شيء، بس هالمرة ضميت. انا مو بنفس شغلي بالسلك العسكري اللي تعرفه. صار لي 4 سنوات اشتغل بالاستخبارات، وشغلتي اتابع التفجيرات اللي تصير ببغداد واللي سووها. كمل. شفنا الانفجارات جاي تصير والناس جاي تموت، وماكو فايدة انه نعرف من فجرها بعدين. فقررنا نستبق الاحداث وقلنا لازم نسيطر على المفخخ قبل لا تنفجر. شلون؟ قررنا نخترق داعش، لازم واحد من عندنا يفوت بنصهم. وانا طبيت، صار اسمي ابو صهيب لحد الان وياهم. اخترقتهم شو تسوي وياهم؟ وشلون جيت لهنا؟ شغلت انقل الانتحاريين والمفخخات والعبوات، لذلك تشوفنا انا يوم هناك ويوم هنا، اروح واجي. انا هسه انا علي مناعات لك، بس هسه مو وقت. اكو شغله انا اخاف منها وراح اوصيك عليها. بويا اذا تقدر كمل، واذا ما تقدر الخاطر هاي الشيبات بطل. اذا لزموك وصوروك لازم تخلي المدينه بوسط عينك قطاع، وتحسب حساب هاي الوادم اللي راح تفتخر بيك بيوم من الايام ويقولون هذا ابن المدينه. لا تقول ندمان وقشمروني. اذا تقدر كملوا الله ومحمد وعلي ابو الحسن يبرأ لك ويوقف بظهرك. واذا ما تقدر يا ابويا تكتر، والله والعاذرين. فايك ابوي، انا بن عبد علي وابن المدينه الله يحرمنا منك يا يا امر البطل. ابن البطل.